السلام عليكم. يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنا عزومة الجمعة، عادي قلنا نخليها كده عادية النهاردة، كده خضار وزي اي بيت مصري وزي اي اكل مصري. بالنسبة يعني نشارك في غلاء الاسعار وكده، ف يعني نعمل توفير. فالنهاردة جبنا لهم فراخ، هي وراك، افخاد الفراخ، وقطعناها. الورك قطعته على 3، وهنعمل لهم بطاطس فرن، وهنعمل لهم ملوخية والطماطم. شوف الطماطم جميلة ازاي، يعني خير خير ما فيش بعده خير في بلدنا وخضار بلدنا وخضارك يا مصر وخيرك يا مصر. وفعلا مصر هبة النيل، ربنا اداها النيل واداها الخضار الجميل والبطاطس اللي هي بتتصدر. شوفوا كده كأنها فراولاية تفاحة، حاجة يعني ما نقولش عليها طماطم، نقول عليها فاكهة. احنا يعني من الناس اللي ربنا من عليهم بالخضار الجميل في مصر، والرخيص يعتبر رخيص. يعني عندنا الخضار كتير، والملوخية طول العام موجودة. بالنسبة للناس اللي بتفرز الملوخية، ادي الملوخية الدنيا شتاء وفي ملوخية، فلو نفسك في الملوخية تاكليها وهنعمل لهم رز بشعرية. وربنا ان شاء الله يخلي كل بيت مصري سعيد، ويرفع البلاء ويرفع الغلاء يا رب، ويرحم شهدائنا وشهداء تركيا وشهداء سوريا يا رب. وانا ما كنتش بنزل في فيديوهات حداد، يعني عشان وتعاطفا مع قلوب الناس الجميلة دي اللي هي ربنا جاب لها المنحة. ما نقولش يعني حاجة وحشة، كل اللي يجيبه ربنا كويس. هنا جبنا الكيس الحراري، هنحط فيه وراك الفراخ. الافخاد دي انا حطاها كنت في تتبيلة عبارة عن ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وطماطم وكوب زبادي وكوب صلصة طماطم، مش صلصة، وتوم باودر، وحاطين عليه مش مرق الدجاج، بهارات فراخ. وبنعفر الكيس الحراري ده بشوية دقيق عشان ما يلزقش فيه الحاجة اللي هنحطها، بط فراخ حمام اي حاجة. وهنجيب هنا نحط فيها في كيس عفرناه كويس خالص، وجبنا الطاجن ده البايركس عشان نحطه تحتيه. او ممكن يعني لو عايزه تحطيه فوق صينيه البطاطس تحطيه من غير ما تحطي له زبادي، او يعني تنقعيه. ده خد من بالليل يعني، واحنا النهارده الصبح. شوفوا شكله يعني حتى من غير ما نطبخه شكله جميل. ادي الفراخ، وانا بديها كده تخريمة بالخلة عشان خاطر الصوص بتاعها التتبيلة تدخل فيها. وبحط لها كيس، انا نسيت ما احط زيت، فحطت لها معلقتين زيت فوقيها. دلوقتي انا بحط في التتبيلة الزيت، يعني تتبيلة سهلة جدا. وبنحط فيها ممكن دبس رمان بسيط، بنحط فيها معلقة خل، وبتبقى جميلة جدا يعني. وليمونة ما بتبانش خالص لما بتستوي بتديها. انا ما كنتش حاطه دبس رمان، فقلت ايه احط شويه الكاتشب دول، كاتشب بارد مش حراق. يعني كل حاجه بتعمليها وبتتفنني فيها بتطلع جميله وبتطلع طعمها حلو. و... وعشان يكفي برضو الاطفال ويكفي. وكل على فكره فرد المفروض ليه 100 جرام. احنا يعني مش الواحد يحط نص فرخة وياكلها، او 300 400 جرام وياكلهم، لا. فهو برضو توفير، والمناسب للإنسان العادي ياكله. يعني الكبير بياخد 100 جرام، والطفل ياخد برضو 50 جرام 60 جرام. فهو مش يعني احنا التوفير ده مش وحش، ده كويس لصحتنا يعني. وادي هنا برضو حطينا تبلناها بالكاتشب، وبنرصها في الكيس الحراري علشان ناخد. هي خدت في الفرن حوالي نص ساعة او ساعة الا ربع. هنا برضو بنحط لها الكاتشب على كل وهتلاقوا الصوص باين اهو بتاعها التتبيلة اللي كانت فيها.
وريحتها كانت في منتهى الروعة وتحفة جدا جدا. ولو ممكن برضو في ذرة جنزبيل تحطيها في الخلطة، مش يعني نحط معلقة، لا هي ذرة جنزبيل. يعني هي دي برضو من عزومة الجمعة عندي، وحاولت ان انا ادبر واعمل لهم حاجة كده تكون كويسة وموفرة. يعني ما كان يعني زي يعني بنجيب لهم مثلا كمية كبيرة من اللحمة، فالنهاردة جبنا الفراخ دي، وحاولت اخلي ان كل واحد يبقى ياخد 100 جرام ويبقى مشبعة وتبقى شكلها حلو، وكل هياكل وهنوفر وتبقى أكلة جميلة جدا بتبقى في كل بيت مصري. وهنعمل جنبها صينية البطاطس اللي في الفرن، كلكم طبعا عارفينها. وهنعمل جنبهم الملوخية الخضراء. يعني النهاردة قلنا كده لا نعمل بشاميل ولا نعمل جلاش ولا حاجة. وعايزة اقول لكم برضو يعني الواحد ما الحاجة غالية بس برضو هنجيب، يعني احنا ما كنا بس هنجيب مثلا بدلنا نجيب مرتين. ده الصوص ده اللي عدى ده اللي هو ايه، طالع من الفراخ بعد ما خدناه، ممكن تقلبيه فوقيه تحطيه يعني معاه يستوي معاه في الكيس الحراري عادي، بيبقى جميل جدا وبيبقى يعني بيديله طعم. بس انا كنت مش عايزة كنت تنزل الشوربة واخدها، يعني عايزاها من غير التتبيلة دي. لكن لو مش عايزة انت شوربة منها خلاص تحطي جواها التتبيلة. هنا بقى هنديله بالسكينة دي 3 4 فتحات صغننة خالص كده، عشان الهواء لما نيجي نفتحه او لما يستوي ما يفرقعش وما يطلعنش البخار ويسبب لنا اذى يعني. كده بقى خلاص ولعنا الفرن احنا، وهنبتدي نعمل بقى صينية البطاطس. حطيناها في الفرن على 180، وبعد 180 خليناها على 160. وهنا برضو مسكنا البصل بتاعنا بقى، هي حوالي كيلو ونص بطاطس، فحطينا له حوالي يعني اكتر من ربع كيلو بصل كده، حوالي 4 بصلات صغيرة، لان صينية البطاطس ما بتحتاجش بصل كتير، بيبقى مش لطيف فيها يعني. عشان نعمل صينية بطاطس ممتازة وكل ياكل منها يقول حلوة، ما مش كتر بصل، لا البصل بيبقى هتشوفوه دلوقتي هنعمله ازاي. وبرضو اقول لكم ما تحطوش البصل ني مع صينية البطاطس، بيديها نكهة مش لطيفة. وفي ناس كتيرة بتجيب التتبيلة كلها البطاطس مع الطماطم مع كده وتقولك يعني اكل سوتيه. لا احنا هنعملها هنا برضو اكل خفيف، بس مش هنخلي البطاطس ني. البصل هنا نخلص من البصل كله بتاعنا بقى، و4 بصلات هما. البطاطس الايام دي جميلة جدا، وان شاء الله هنفرزها معاكم وتشوفوها. طبعا برضو نرجع نقول عمار يا مصر، البطاطس مالية الدنيا في بلدنا، والخضار كده شيء يفرح. هنجيب هنا البطاطس غسلناها كويس، تبقى عندك سبونشة كده للبطاطس وللجزر وللخضار. وبعد ما تحطيها في شوية مية وخل بسيط وتشطفيها، وتمسكي كده وتسندي بصبعك الكبير ده، عشان خاطر ما تطلعيش اللحم بتاع البطاطس في القشرة. ولو عندك مقشرة بطاطس تعمليها بسرعة برضو عشان البطاطس جديدة وحلوة. ولو لاحظتوا ان انا ما بطلعش اي سمك في القشرة يعني على الرفيعة جدا، وبجيب لو فيها نتوءات او درنات كده بطلعها بوز السكينة، ده عشان تطلعي بطاطس كويسة، مش نجيب البطاطساية ونطلع نصها في القشر ويبقى فيها فاقد. لا احنا عايزين نوفر ونحافظ على النعمة دي، نعمة ربنا بقى اللي ربنا ادهلنا، وشوفوا الجمال قد ايه. وهنقطعها كده نص سنتي، هنحطها على البلانشة كده ونقطع نقطع نقطع ورا بعض نص سنتي، وهتدينا يعني شكل جميل وحجم واحد. ولما نيجي في عملية السوا هيبقى السوا بتاعها واحد. ادي بنقطعها، وطبعا انا قطعتها كلها، بس دلوقتي بوريكم ازاي احنا بنقطعها والسمك بتاعها. لا لو بقى رفيع خالص مش هينفع، احنا مش بنعمل صينية سمك. لو بقى رفيع خالص هيدوب بسرعة، وتبقى صينية البطاطس شكلها مش لطيف. واللي طبعا الاكل لازم يكون شكله فاتح للشهية، حتى لو هي حلوة وشكلها مش لطيف محدش هيرضى ياكلها. هنا كله لو لاحظتوا الحجم واحد، نص سنتي نص سنتي. كمان لو كانت سميكة قوي بتبقى مش لطيفة.
هو الحجم ده المناسب. هنجيب هنا الشحم حيواني. انا بفضل ان انا دهن حيواني، فانا بفضل ان انا الدهن ده استعمله تملي في لما اكون معايا بطبخ طبيخ بطماطم، تسبيكة، في محشيات، بعمل عصاج. هنحط عليه حتة فلفل. الملح ده زي ما انتم متعودين معانا بعدين. اول ما كده تدبل الدهن الحيواني ده يدبل مع الزيت، لانه لما بتحطيه مع الزيت وهو سخن بيدوب اهو. لو لاحظتوا هننزل بقى البصلة بتاعتنا، وحاطه هنا قرن فلفل، بس الفلفل ده اختياري لكن ما بيبانش. عايزه اقول لكم انت لو حطيتي، لو محدش بيحب الشطه وحط نكهه فلفل كده اخضر، مش هتبان، مش هتبان ابدا. لكن اللي بيحب بقى الفلفل حطي 3 4 بقى وارمي فوقيها شطة وشطة كده. هنا بقى هنجيب البصلة بتاعتنا ونقلبها لغاية ما تدبل، بس يعني تبقى هتخش منخلاش تحمر ولا حتى تصفر ولا يجيها اي لسعة من شفتوا. ونروح حاطين عليها الصلصة بتاعتنا. طبعا احنا معانا كيلو ونص بطاطس، هنحط عليه حوالي نص طماطم، نص كيلو طماطم زيادة شوية. يعني الكيلو بياخد نص، يعني كيلو الا ربع طماطم معصورة. وهنحط حتة سكر فوق الطماطم كده عشان نعادل الحموضة بتاعة الطماطم. طبعا احنا كنا مفرزين الطماطم دي ويا بعض، وشفتوها جميلة قد ايه، وقاعدة بنكهتها وقاعدة بطعمها الجميل. وربنا يديم عليكم الايام ان شاء الله عشان رمضان، وهنوريكم كل اللي انتوا عاوزينه في التفريزات ان شاء الله. وزي ما قلت لكم احنا ما بحبش حاجة تكون موجودة في السوق وافرزها. ليه؟ لان التفريز ده بياخد من الفيتامينات اللي في المواد الغذائية، والتلج والتبريد بيفقدها حاجات كتيرة يعني. مش اي حاجة تتفرز ادام موجودة في السوق. وفي حاجات بقى لازم نفرزها ولازم تسعفنا. يعني في حاجات كده وحاجات كده. حاجات موجودة لا، يعني نحاول نحافظ على صحتنا وصحة اولادنا. الحاجات اللي تتفرز تبقى سريعة هنعملها مع بعض وهتفيدنا جدا. ادي هنا معانا 3 4 فصوص توم، وعليهم ذرة كمون ما تكترهوش، وحوالي معلقة كزبرة صغيرة جدا، ومكعب مرقة خضار. هنبقى بقى نحطهم كده فوق البطاطس. طبعا احنا خليناها تاخد حوالي مثلا 5 دقايق على النار، 10 دقايق، عشان الوقت لو حطيناها كلها في الفرن هتاخد وقت. لكن لما بنديها هنا نص سوا كده وهنقلبها في الطاجن بتاعنا وهنوديها الفرن. وانا طبعا محضره لها الشوربه الكدابه اللي انتم متعودين عليا بعملها معاكم بجيب يعني مج كبير ميه او مجين، وبنحط عليهم بصله وتومه، يعني ذره بزقه بصله صغيره وتومه، وبنحط فلفل وملح بسيط اهي. وبنغليها تقعد تغلي كده، يعني مش اول ما تغلي، لا تقعد تغلي حوالي 10 دقايق على النار. ولو في شوربة تمام، لكن هي دي خفيفة كانت وجميلة. يعني لو في، يعني زي ما انتوا عارفين احنا اهل الشوربة ممكن نفرزها لان بتنفعنا. معاكي شوربة كتير بتفرزي منها، خلاص كده هنحط عليها الفول بتاعنا ونوديها الفرن. طبعا هي ما خدتش في الفرن قد ربع ساعة، ما خدتش، لانها هي واخدة نص سوا على النار. دلوقتي احنا حطينا الفراخ بتاعتنا في الفرن، وهنحط برضو البطاطس بتاعتنا في الفرن. وهنا وهنا هنعمل بقى الرز، هنعمله بالشعرية النهاردة. طبعا احنا المصريين بنحب الرز بالشعرية. جبنا كمية من الشعرية اللي هي بتبقى ربع، يعني التلت والتلتين، لو التلت معانا او اقل من التلت. يعني لو الكيلو رز بنحط له تلت شعرية، او تبع ما الناس بتحبها. في ناس بتحب شعرية كتيرة في الرز، في يعني ملهاش معيار وملهاش مقدار. الشعرية زي ما تحبي، لو عندك مثلا معلقتين شعرية وما فيش، حطيهم وحمريهم يا ستي ويبقى رزك تحفة. هنا بقى غسلنا الرز وجبناه بنحطه فوق الشعرية. وما تخليش الشعرية تحمر، مش تغمق، تحمر، ما تخليهاش تحمر.
يا دوبك تصفر عشان خاطر بتاخد سوا تاني وبتغمق جوه الرز وتبقى مش لطيفة. فلازم تخليها لونها اصفر فاتح وهتبقى جميلة في الرز. لكن معظم الناس بيخلوها بيحمروا الشعرية، لما تخش في الرز بتغمق وتخلي الرز غامق. لا، خليها صفرة كده. ادي بقى هنا صينية البطاطس، وهنا صينية الفراخ. شوفوا جميلة ازاي، ما شاء الله، الله اكبر. وريحتها تحفة وجميلة، والطعم. وطبعا انا مشهورة بصينية البطاطس، كل اللي بياكلها عندي بيشكر فيها وبيحبها، لانها بتبقى خفيفة ما فيهاش دهون وما فيهاش اي يعني. اوعوا تنسوا بقى اللايك وتعليقاتكم الجميلة، وان شاء الله هتشوفوا فيديوهات احلى من كده. وادي صينية الفراخ جميلة ازاي، وهنفتحها بالراحة كده عشان طبعا احنا مدينها كذا تخريمة، فمش هتعمل حاجة يعني، وفتحناها. وهنا صينية البطاطس تحفة وجميلة خالص، وطعمها يعني جميل، وريحتها حلوة وبسيطة وخفيفة. وادي شوفوا شكلها جميل ازاي، وكل حاجتها مناسبة وخفيفة جدا. وهنا بقى هنعمل الملوخية. زي ما شفتوا الملوخية موجودة مش مفرزة ولا حاجة، وغسلناها كويس. غسلناها قبل ما نلقطها يعني، ونلقط الورق بتاعها. وهنا برضو عندنا الشوربة الكدابة زي ما قلت لكم، وحطيت فيها معلقة صلصة بس مش باينة، وحطيت فيها فصين توم دقيتهم هرستهم وحطيتهم برضو في مية الشوربة الكدابة. وهنا ذرة كربوناتو بس. وهنخليها كده قد 5 دقايق تغلي، ما بنخليهاش تغلي كتير. ولو كنت مش عارفة بعد 5 دقايق تمسكيها كده وتشوفي الورقة بتاعت الملوخية، لو دوستيها كده على المعلقة بايدك داست ولقيتيها مستوية خلاص. تروحي جايبة هاند بلندر او كبة تديها خبطتين يعني. اوعي تفرميها جامد بالهاند بلندر، مش هتعرفي تاكليها. تديها كده بالراحة وتقفي، بالراحة وتقفي لغاية ما تدينا شكل الملوخية المخروطة. وادي بقى الرز شكله جميل وطعمه تحفة، والفراخ بتاعتنا على قد الايد، وعلشان الظروف الاقتصادية وكله هياكل وكله هيتبسط. وادي البطاطس بتاعتنا جميلة جدا وطعمها كان اكتر من رائع، وسلطة، ونقول الحمد لله. وادي الملوخية وكان كله بيشكر فيها، وجميلة جدا وتحفة. ويا رب يجعل بيوتكم كلها كده عمار، وهنقتصد وهنتصرف وهنأكل ولادنا بسوء يعني. مش هتقف اي حاجة قدامنا، بلدنا كلها خير يعني. بدل ما نجيب مثلا الحاجة كيلو هنجيب نص، والحياة هتمشي. احنا كنا بنجيب الكيلو وبيترمي، لا احنا كده ده اقتصاد لينا، ونخلي بالنا من كل حاجة. ويا رب ان شاء الله يجعل كل بيوتكم عمار، ورمضان جاينا بكل خير، فاقدين ولا مفقودين يا رب بإذن الله. وشوفوا كده هي سفرة بسيطة بس جميلة جدا. والسلام عليكم ورحمة الله، واوعوا تنسوا اللايك.